النجاح مش مجرد حلم أو رغبة، النجاح نتيجة طبيعية للعمل الجاد والمستمر والالتزام الحقيقي. في ناس كتير بيرغبوا في تحقيق أحلامهم، بس بيترددوا إنهم ياخدوا القرار أو بيأجلوا عملهم لحد ما يشعروا إنهم جاهزين. والحقيقة يا صديقي هي إن الاستعداد الكامل بيعتبر وهم، والنجاح بيحققه الناس اللي بيحطوا نفسهم في مواقف تجبرهم على الإنجاز. ومن أفضل الطرق عشان تحقق هدفك هي إنك تورط نفسك في المهام، وساعتها هيكون الانسحاب أو الفشل خيار صعب أو غير مقبول. وعشان تقدر تعمل كده بطريقة ذكية من غير مخاطرة، في طرق تقدر تتبعها عشان تضمن إنك هتلتزم بأهدافك وتحقق النجاح، وده اللي هقولك عليه في فيديو النهاردة. فتابع الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. حط نفسك في موقف ما تقدرش تتراجع عنه. لما تحط لنفسك هدف ما تحتفظش بيه لنفسك، وشاركه مع الآخرين. ممكن تعرف أصحابك أو عيلتك، وده هيعمل ضغط إيجابي عليك، وهتشعر إنك ملزم إنك تعمل الحاجة اللي قلت عليها. وساعتها لما تقول للناس على الهدف اللي عايز توصله، هيبدأوا يتابعوك ويسألوك عن مدى تقدمك في تحقيق هدفك، وده هيخليك حريص إنك تستمر. ومثال على كده، لو عايز تفتح مشروع جديد عرف الجميع، وده هيخليك تحس بالمسؤولية وهيحفزك إنك تعمل بجدية أكبر. ابدأ قبل ما تشعر إنك جاهز. في ناس كتير بيأجلوا تنفيذ أفكارهم عشان عندهم إحساس إنهم محتاجين إمكانيات أو معرفة أكتر قبل ما يبدأوا. بس الحقيقة يا صديقي إن معظم الناجحين ما كانوش جاهزين بشكل كامل لما بدأوا. والفكرة هنا إن مش لازم يكون عندك كل المعلومات أو الخبرات في البداية، لأنك هتتعلم في الطريق. لو عندك مشروع عايز تنفذه، ابدأ حتى لو حاسس إنك مش مستعد، لأن لو انتظرت ممكن تنتظر للأبد. خد أول خطوة وهتلاقي نفسك بتتعلم وبتتطور مع الوقت. وخلي بالك إن الالتزام المالي والتحفيزي من أهم الطرق لإجبار نفسك على الالتزام. لما يكون عندك التزام مالي لحاجة معينة، هتشعر إنك محتاج للعمل الجاد عشان تحقق أقصى استفادة ممكنة. ومثال على كده، لو عايز تتعلم مهارة جديدة زي البرمجة أو التصميم، ما تعتمدش فقط على الموارد المجانية. حاول تشترك في دورات مدفوعة، وصدقني لما هتدفع المال مقابل حاجة هتشعر بالمسؤولية وهتكون ملتزم أكتر. ولو عايز تفتح مشروع معين، اشتري الأدوات والمعدات المطلوبة، وده هيحسسك إنك بدأت بالفعل وهيحفزك إنك تواصل عملك. اهتم دايما إن يكون أصدقائك ناس ناجحين، لأن البيئة اللي بتعيش فيها بتأثر بشكل كبير على نجاحك.